السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفه جمبري. انا عندي كيلو جمبري، هطلع منه بقى 3 وصفات. طلعت منه كام واحده كبيره كده، هنعملهم مقليين. والصغير خالص طلعته علشان خاطر انضفه واحطه في رز مدفونه، رز بالجمبري. والباقي هعمله جمبري مشوي. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نبدا مع بعض. اول حاجه هجيب حته زبده كده، هسيحها كويس على النار، وهنزل بالجمبري الصغير اللي انا عملته. هديله تشويحه كده علشان انا عايزه احطه في الرز متشوح. خلاص بدأ يغير لونه معايا اهو. التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود و7 بهارات، ولو شويه من توابل السمك يكون كويس. هقلبهم بقى مع بعض وابدا انقلهم على جنب كده. وفي مكانهم هنزل بشويه من الزيت كمان، علشان خاطر يعني هو كان خلاص خد من الزبده والزيت. وهنزل بالبصلايه المفرومه، هبدا برضو ان انا اشوحها واديها لون حلو ذهبي كده. زي ما انتوا شايفين اللون بقى حلو معايا اهو. هبدا انزل برز مصري مغسول. طبعا تعملوا الكميه بقى اللي انتوا عايزينها. انا حاطه الجمبري اكتر من رز، فانا عامله كوبايه رز واحده. يعني عندي اللي بياكلوا الرز مع الجمبري مش كتير، فهعمل على قدهم بس يعني. دلوقتي خلاص شوحت الرز مع البصلة، هبدأ انزل عليه بالمية المغلية، وبرضو هقلبهم مع بعض كده. ومش هحط غير شوية من الكمون على المية والرز. خلاص بدأ يتشرب الرز معايا المية بتاعته. هبدأ انزل بقى بالجمبري اللي انا كنت مدياله تشويحة في الاول، وهسيبه مش هقلبه. هغطي عليه لغايه ما الرز بتاعي يستوي. واول ما هيستوي زي ما انتوا شايفين كده، هبدا ان انا بقى اقلبه مع بعضه في الرز. ريحته جميله جدا وحلوه قوي. هسيبه بقى 5 دقايق على النار ياخد ويدي مع بعضه كده، وبعدين اطفي عليه. دلوقتي بقى هحضر الخلطه بتاعه الجمبري المقلي. معايا 6 معالق من الدقيق، ملح وفلفل اسود وكمون. ودي رشه صغيره من بودره الزعفران. انا مش بحب الكاري والكركم للناس اللي متابعاني وعارفه كده. هبدأ بقى ان انا انقل 3 معالق من ال6 معالق دول في طبق تاني، علشان ده الخلطة اللي احنا هنخففها بالمية علشان نحط فيها الجمبري. طبعا انا عاملة 6 معالق بس، لان يعني عاملة جمبري كام واحدة، مش مكترة كتير يعني. هنا بقى انا كنت نضفت الجمبري، سبت الراس والديل بتاعه ونضفته من الوسط كده من القشر. دلوقتي بفتحه معاكم من الظهر علشان اطلع السلسلة الرملية. هو بصراحة الجمبري كان نضيف معايا، ما كانش فيه يعني في ظهره رمل كتير ولا حاجة، بس انا قلت اوريكم يعني هي شكلها بيكون كده. هديله بقى رشة من الكمون. طبعا اي اسماك او سي فود بتحب الكمون. انا مش هزود كتير غير الكمون والليمون على الجمبري وفص من الثوم، علشان خاطر ان انا حاطه اصلا توابل في الدقيق بتاعي. هقلبه كده تقليبه خفيفه مع الثوم، مش هسيبه متبل كتير يعني، يا دوب بس 5 دقايق. وبعدين هنزل في الدقيق المتخفف بميه معايا والتوابل، وبعد كده هنزل في الدقيق الناشف. خلي بالكم بس تعاملوا مع الجمبري بحذر شويه. الجمبري المقلي انا عاملاه راس وديل، تقدروا ان انتوا تعملوه من غير راس وديل، مفيش مشكله، بس احنا بصراحه بنحب الجمبري الراس وديل يعني. هبدا بقى ان انا اهزه في ايدي كده زي ما انتوا شايفين، عشان بس يعمل لي الجرنشه بتاعتي. وخلاص هكمل كل الكميه وتعالوا نقليه مع بعض. الزيت بتاعي مقدوح، انا كنت قليت شويه. انا طبعا يعني بحطه جنب بعضه، مش بحطه فوق بعضه، يعني لازم تكوني مدياله براح كده في الزيت وانتي بتقليه. وما تقلبيهوش خالص غير لما ياخد لون من تحت، لان لو قلبتيه قبل ما ياخد لون هيتهري معاكي والكفر هيتشال ومش هيبقى شكله لطيف. عايزه اقول لكم ان هو طعمه كان حلو جدا بجد، مميز يعني. ما تحطيهوش في التتبيله بتاعه الدقيق المتخفف كام مره، هي مره واحده وخلاص، هيديكي نتيجه حلوه جدا. شايفين الجرنشه بتاعته عامله ازاي وطعمه خرافي. انا طبعا لما جيت انزله في الزيت نفضت بس اللي على الديل بتاعه، عشان الديل والراس يكونوا باينين كده. هنقلهم بقى على طبق فيه مناديل مطبخ علشان خاطر بس يصفي اي زيت معايا. هو هيفضل مقرمش معاكي ما تقلقيش، وطعمه خرافي.
اللي تحسي ان هي لسه محتاجة شوية كمان تتحمر مفيش مشكلة، هو الجمبري كده كده ما بياخدش وقت. نسيبه بقى يتصفى من الزيت على جنب، ونبدأ نعمل الجمبري الصينية معانا. في صينية كبيرة انا عاملاها في صينية الفرن عشان ياخد راحته كده. هبدأ ان انا احط فيها شوية من الزيت واقدحهم كويس، وبعدين هنزل بالجمبري بتاعي زي ما انتوا شايفين كده جنب بعضه. الجمبري ما بياخدش يا جماعه تسويه كتير عشان ما يأستكش منك، يعني يا دوب بس يعني زي ما بنقول كده بيشم النار، وتتأكدي انه استوى فقط لا غير. هو ما شاء الله حلو معايا، ده جمبري بلدي، فهياخد معاكي لون بسرعه وهيستوي بسرعه، مش هياخد وقت. هفضل بقى اقلب فيه واحده واحده كده لغايه ما اتاكد ان اللون بتاعه اتغير معايا، هو لونه جميل ما شاء الله. وكمان النار معايا عاليه، يعني ما تهديش النار، عشان كل ما بتهدي النار هياخد وقت في الصينيه بتاعتك. وطبعا احنا قلنا الجمبري ما بياخدش وقت في التسويه عشان ما يأستكش منك. فحاولي ان انت كده تقلبيه وايدك تكون فيه على طول. كان عندي بقى 3 4 كابوريات كده فايضين من ايام الفيديو بتاع المعديه البحريه، لو انتوا فاكرين. الناس اللي ما شافتوش ترجع تشوفه تاني. الفيديو ده جامد جدا، يعني حقق مشاهدات عاليه قوي، والمكان فعلا يستحق ان انتوا تشوفوا الفيديو وتزوروه يعني. هنزل بقى بالكابوريا بتاعتي، طبعا هي مغسوله ونظيفه. هنزل كده على وش الكابوريا كده تاخد لون معايا. شوفوا برضو ما شاء الله بتغير اللون ازاي على طول. انا هنا حطيت الجمبري على الجوانب عشان الجوانب عندي ما فيش تحتها نار عاليه. برضو كده هضمهم على بعض بقى، وانزل بالخضار بتاعي، فلفل وطماطم وبصل متقطع شرايح كبيره زي ما انتوا شايفينها كده. الكابوريا انا ما بسلقهاش ولا حاجه، انا بستكفي بان انا اعملها زي ما بعمل الجمبري. هي برضو ما بتاخدش يعني حاجه كتير في التسويه، يعني هي تقعد شويه زياده عن الجمبري لكن ما فيش مشكله ان احنا برضو نسويها بنفس طريقه الجمبري. زي ما انتوا شايفين كده انا حاطه الخضار على الوش. هبدأ ان انا اتبله بقى بالتوابل بتاعته. انا عندي هنا توابل مشكله فيها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشطه، يعني كل التوابل اللي عندك تقدري تضيفي منها، مفيش مشكله. هبدا بقى ان انا اطلع الكابوريا والجمبري كده على الوش، وغالبا هيكون الجمبري الاول لانه هو خلاص استوى معايا. الكابوريا بس هديها كده كام تقليبه اتاكد انها دخلت في السوا، وبعدين هبدا ان انا اقلب الخضار مع بعضه كده لغايه بقى ما يدبل معايا ويستوي. وبكده هتكون الوصفه بتاعتنا استوت وجهزت على الاكل. انا برضو يعني كده خلاص بدأت ان انا بقى اهدي النار، وزي ما انتوا شايفين خلاص ما اخدش وقته، ولونه وشكله وريحته يفتحوا النفس. دي كانت وصفاتنا النهارده، 3 اصناف من كيلو جمبري. انا كنت شاريه الكيلو ب 200 جنيه، ما كانش غالي يعني، كنت لسه كده استفتحت المحل يعني، فكان بجد حلو جدا. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، ويكون شرحي مفصل بالنسبه لكم، وتكونوا بتستفيدوا من اي فيديو بنزله بالشكل المطلوب. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. لو حابين وصفات معينه اكتبوها لي. السلام عليكم.